ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملت لكم وصفه تحفه. عملنا الكبده البانيه حلوه قوي بصوص جميل. عملنا لها تتبيله حلوه قوي، وعملت معاها قرون الفلفل الحاره ديت، وعملت جنبها سلطه طحينه. مش هتحتاجي جنبها اكتر من العيش. بصي افتحي العيش بقى كده، سمي الله. عايزه اوريكي حاجه بقى الاول. تقومي ماسكه الحته كده، شايفه؟ جميله جدا وجوسي وحلوه وطريه، ما هياش ناشفه. هنقوم جايبين العيش وناخد منه كده. بصي حطي بقى ودلعي نفسك، وتاخدي بصي شويه من الفلفل. بتحبيش الفلفل زي ما قلت لك، الفلفل الحار ده ما تحطيهوش لو مش عايزه. وناخد شويه من الطحينه الجميله، حط بقى عليها سلطه الطحينه. يا سلام على الجمال. عايزاكي تاكلي بقى وتدعي لي دعوه حلوه. بس شايفه السندوتش تحفه ويفتح النفس. يلا بقى روحي شوفي عملته ازاي، وما تنسيش تشتركي في قناتي عشان يوصلك كل وصفاتي. المقادير معايا هنا كبده. الكبده دي بانيه شرايح، ومعايا فلفل، التوابل كمون وكزبره وبابريكا وملح، وهنا معلقه توم مفروم كبيره انا ضرباها في الكبه، وحط عليها فلفل اخضر اللي هو زي ده كده من القرون ده حامي، وكزبره خضراء وبقدونس. طعمها حلو قوي، بتبقى حلوه في التتبيله. ولسه هنكمل باقي التتبيله مع بعض واحنا بنعملها. ابتدي دلوقتي بسم الله. جبت البوله اللي هعمل فيها التتبيله، وابتدي انزل التتبيله دلوقتي. التوم ده جميل قوي، اضربوه في الكبه وحطوا معاه كزبره خضراء وبقدونس وفلفل حامي، وتبلوه بقى براحتكم، هيبقى جميل جدا. شايفين لون التوم اخضر وجميل ازاي؟ وحط عليه شويه زيت عشان ايه ما يبوظ. وما تعملوه حطوا على البرطمان من فوق شويه زيت برضو عشان ايه تحفظوه. هننزل كده بالتتبيله. بصوا بقى، عايزه اوريكم حاجه. ده بديل ليمون لقيته في الهايبر، جميل قوي، هو موجود في كل السوبر ماركت. شايفين؟ انا جربته قبل كده، عملت بيه وصفات عندي في البيت، فلما لقيته حلو قلت اطلعه لكم. للي مش هيعصر ليمون بقى وعايز يعمل اكل سريع وما عندوش ليمون او مش متوفر عنده، يقوم عاملها على طول. هنحط كده شويه، احنا عارفين الكبده بتحب الليمون. واخر حاجه هننزل بيها ايه بقى؟ هنحط الصويا صوص. حط شويه كده حلوين. الصويا صوص بتاعتي هي صويا صوص غامقه. بس خلصت التتبيله كده. وزي ما قلت لكم ما تكتروش في الملح عشان الصويا صوص بيبقى فيها، والثوم اللي انا عاملاه فيه كمان. خلصت التتبيله بتاعتي. هنزل كده بشرايح الكبده. طب اللي ما بيحبش يغسل الكبده يعمل ايه؟ ينقعيها في لبن، بتبقى حلوه قوي، او يعصري عليها ليمون. هنحط الكبده كلها بتاعتنا كده في التتبيله، عشان عايزه اوريكم حاجه احطها في الاخر عليها. ننزل كده، بتبقى حلوه قوي التتبيله دي. اخر حاجه بقى احطها عليها معلقتين كده من زيت الزيتون. طب مش عايزه زيت زيتون، حطي زيت عادي. انا عامله هنا كيلو كبده، عشان كده عامله التتبيله كبيره شويه. لو انت هتعملي نص استخدمي نص الكميه بتاع التتبيله، قلليها بقى براحتك. وهنبتدي كده نقلبها بالراحه خالص، انا مش عايزاها تتهري معايا. لو اقول لكم بقى ريحه التتبيله دي وطعمها بقى اما بتتشوي بتبقى عامله ازاي. هي ما بنسيبهاش في التتبيله كتير، شويه كده وهنبتدي نعملها مع بعض. انا عايزه الكبده بتاعتي تتبل وتشرب التتبيله كلها وتبقى جميله، وبعدين هنشويها مع بعض دلوقتي. بصي انا جبت الجريل اللي هسوي عليه ونزلت عليه معلقتين من التتبيله. التتبيله فيها زيت زيتون، فانا ايه هنزل بالكبده كده بسم الله. ومش هحط اي زيوت تاني. لو انت التتبيله بتاعتك عاملاها قليله تقدري تحطي زيت زيتون، تقدري تحطي معلقه زبده،
براحتك، لكن انا اسوي في نفس التتبيله اللي انا عاملاها عشان فيها الزيت بتاعها. الله على الريحه الجميله بقى لو انت معايا بقى وسمناها. تقدري تسوي في الطاسه في وك براحتك. انا عاملاها على الجريل عشان تاخد شكل التعريجه ديت بتاعته. وما خدت لون هنقلبها على الناحيه التانيه. شوفي هي ما بتستحملش الكبده على طول، تقومي قلباها عشان ما تنشفش معاكي، تبقى جميله جدا. ايه وما احتاجتش بقى ان احنا نسويها بزيت تاني ولا حاجه. وعشان الطعم الجميل يكمل بقى شويه كده من الفلفل الحار. ما بتحبيش الفلفل الحار براحتك، ما تحطيش. خلاص كده بعد ما الكبده اتشوحت وبقت جميله، والفلفل كمان ما تسيبهاش كتير على النار عشان ما تشدش وتنشف. هنبتدي نطلعها. الفلفل حامي قوي يا جماعه والله، يعني صعب اللي ما بيتحملش الريحه بتاعته ما يحطش. بعد ما حطيت باقي الكميه هنزل كده بشويه فلفل. ريحه الفلفل بصراحه فظيعه قوي مع التشويحه، ايه بتخلي الواحد ايه. خلاص كده واسيبها لما تاخد لون واقلبها على الناحيه التانيه. خلصت كده الكبده بتاعتي وشويتها جميله جدا. نطلعها كده في الصينيه، وطريه وحلوه قوي ما هياش ناشفه. شايفين الجمال؟ ولا الفلفل بقى خطير على فكره يا جماعه. اللي ما بيتحملش ريحه الفلفل الحامي ما يحطوش خالص، وما يحطوش وهو بيشويه عشان هو ريحته ايه ما شاء الله يعني. اللي عايز يحط فلفل يكون بيحب الحاجات الحاره زينا، ما بيحبوش يعمل نفس التتبيله وما يضيفش الفلفل. ريحتها بصراحه وطعمها جميل جدا. خلاص خلصتها كده. خلاص خلصت الكبده البانيه بتاعتي، وعملت جنبها سلطه طحينه جميله جدا. ومفيش حاجه اكتر من ان انا سخنت العيش. تقدري تعمليها سندوتشات تغمسيها براحتك بقى. جربيها بقى وقوليلي ايه رايك.